ابني المراهق بيعيط على اي كلمه، واي نقد بسيط بيخليه ينهار. هو ايه اللي بيحصل؟ الاسبوع ده كلمت 5 امهات قالوا لي نفس الكلام على بناتهم وولادهم، قد ايه بقوا حساسين وقد ايه بقت كل كلمه بتفرق معاهم وبتاثر فيهم. وده خلاني افكر، هل ولادنا المراهقين فعلا بقوا حساسين زياده وكل حاجه بتاثر فيهم بزياده، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مخ المراهق بيكون في حاله اعاده بناء كامله. الجزء المسؤول عن التحكم في المشاعر بيكون لسه مش مكتمل، واللي مسؤول عن ردود الافعال القويه شغال باعلى طاقته. يعني ابنك مش بيمثل عليكي، هو فعلا حاسس بكل حاجه 10 مرات اكتر من الطبيعي. وده بيخليكي طبعا انت تكوني في حاله ارهاق مستمر، لان كل كلمه بتقوليها لازم تحسبيها مليون مره قبل ما تتكلمي. وللاسف ده بيأثر على مشاعرك انت كمان، يخليكي متلخبطه، مره قلقانه، مره متعصبه، مره متوتره، مره محبطه. بتحسي انك دايما ماشيه على قشر بيت حواليه، وبتلاقي نفسك بتكتمي مشاعرك عشان ما تجرحيهوش، بس في الاخر انت اللي غصب عنك بتتجرحي. النهارده كويس، بكره مكتئب، انت فعلا ما بتبقيش فاهمه المشكله فين. والاصعب من كده انك بتفضلي حاسه بالذنب عشان دايما حاسه انك مش عارفه تكوني صبوره معاه. التعامل مع مراهق حساس بيستنزف طاقتك بطريقه رهيبه، وده طبيعي جدا. انت مش هتبقي ام وحشه لو تعبتي من ردود افعاله، ومش لازم تتحملي كل حاجه في صمت عشان تبقي ام مثاليه. الحساسيه المفرطه مش هتفضل مكمله معاه بقيه حياته، بس انت دلوقتي محتاجه طرق واساليب تعرفي تتعاملي معاه بيها لحد ما يعدي المرحله دي. اول حاجه اسمها ايموشنال ميرورنج، يعني لو هو بيتكلم بصوت عالي انت خلي صوتك واطي، لو هو بيتكلم بسرعه رهيبه انت بطئي في الكلام شويه، فهيبدا غصب عنه جسمه يهدى رد فعل على طريقتك انت كمان. تاني حاجه استراتيجيه بقى الكول داون، يعني تقولي له تعالى نقعد نهدى واحده واحده، ناخد وقتنا، وبعد كده ممكن نقعد نتناقش مع بعض بعد ما نكون هدينا شويه. وتالت حاجه ال 24 hour rule، يعني اي قرارات مهمه او كبيره او ضروريه محتاجين تاخدوها تستنوا عليها لمده 24 ساعه، فعشان تاخدوا القرار مظبوط وبدقه وما تاخدوهوش بسرعه. سؤال مهم، امتى اخر مره خدتي وقت لنفسك من غير ما تحسي بالذنب؟ لو الاجابه مش فاكره، يبقى دي اول حاجه انت محتاجه تعمليها. شاركيني في الكومنتس ايه اكتر حاجه بتتعبك في التعامل مع المراهق الحساس.